السلام عليكم ورحمة الله، شخباركم اخوتي؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله دائما تكونوا على خير وبخير، ولا مسا الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم. كل واحد معايش كيشوف لا فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الفول الخضار، الفول مشرمل ولا الفول مدهوس كما كنسميوه بطريقه غزاله كيجي بنين. نتمنى تبقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش نحضروا جميع. بسم الله على بركة الله. هنا البنات عندي كمية ديال الفول الخضر، بطبيعة الحال البنات راني غاسلاه. ودائما القياس البنات على حساب العائلة ديالنا وعلى حساب داكشي اللي غادي ناكلو. نحاولوا البنات نعملوا الكمية اللي غادي ناكلو، يعني باش ما كيبقاش كيخسر معنا صراحة أي حاجة، ماشي غير الفول ولا يعني الدعاء محبها الله. عندي البنات واحد الكمية كما شفتوا، وضروري التنقية ديالو البنات يعني تكون بالموس على الطريقة هكا، ماشي غير نشدو البنات ونقردوه ونفوروه. راه البنات داك الخيط اللي كيكون في الجناب راه ما كيطيبش، يعني هذه راه مسألة معروفة، كاين اللي عارفة كاين اللي ما عارفاش. الطريقة هكا بالموس كنحاولوا كامل يعني نحيدو داك الجناب اللي كيكونوا فيه، ماشي الجناب، واحد الخيط البنات ما كيطيبش، كيكون قاصح يعني. وقت الفول كيطيب وداك الخيط كيبقى في قلب الفول هكاك، يعني في العضة ولا في الماكلة كيبقى لنا يعني ما طايبش هكا كما شفتوا. ضروري كما شفتوا هاد المسألة هادي أول حاجة هو هذا التنقية ديال الفول حتى هي مهمة باش كيجينا الفول ديالنا مدهوس، كيجي يعني طايب لحقو طريقو. انا كما شفتوا يعني كنحاول حتى كنحيد له البنات، يعني حتى كنقيه كامل من داك الخيط الجناب، عاد كنقردو يعني كندير واحد الكمية هكا بزايد، وعاد كنقردو. كنبقى كما شفتوا البنات مستمرة هكا يعني حتى كنقي الفول ديالي كامل. اما التقطاع راه ساهل، يعني ملي كنقيوه راه كيجينا ساهل. هنا ما شاء الله البنات تقريبا 9 ديال الحبات الفول كنحسب معكم، كل خروبه ديال الفول فيها 9 الحبات ما شاء الله البنات. خير مولانا. نطلبوا البنات ربي يرحمنا بالشتا، هاد العام الشتا قليله صراحه، لا في المغرب ولا حتى هنا في اسبانيا صراحه. يعني شنقول لكم البنات الربيع مسكين راه كيبس، نطلبوا الرحمه من عند الله. هاد الأيامات البنات في رمضان يعني كنخرج الدراري هكا كندورو صراحة البنات، يعني الربيع ناقص. وعاد فين ساكنة حنايا، يعني فين ساكنة أنا دابا، يعني جايين الفوق جايين عاليين جايين، يعني نقولوا في الجبل كيكون تما الدنيا عندنا غزالة، يعني الربيع موجود. هكاك البنات يعني الربيع تغلب. كما قلت نطلبوا ربي يرحمنا بالشتا، الله يعطينا على قد النفع صراحة. هنا كما شفتوا البنات خرجت مع الموضوع ديال الفول، ولكن الشتا نطلبوا الله ربي يرحمنا صراحة. يعني خاص الربيع خاصنا صراحة، كلشي مع الشتا، الخير كله مع الشتا. هنا البنات كما شفتوا من بعد ما كملت الكمية ديال يعني قطعت الفول أنا نقيته كامل، راه واحد الكمية البنات ديال القشور مهمة كتحيد من داك الجناب. يعني إلا كنا غادي نعولوا على كيلو ديال الفول ما كيبقالناش في كيلو، يعني كينقص مع داك التنقية ديالو ضروري. هنا كما شفتوا يعني بالنسبة التقطاع ديالو ولا التكرار ديالو كندير واحد الكمية في يدك البنات بعد الموس يكون هكا كبير، وكنقطعوه مع ما شاء الله البنات. هاد الفول طري غزال البنات، يعني طاب دغيا فورتو، طاب دغيا معايا. انا البنات عملته للفطور، فطرت به فطور رمضان جا البنات غزال، شهيتو صراحة. شهيت الفول الخضر هكا مزعلك ولا الفول المدهوس كلها شنو كيسميه، كيجي غزال البنات. انا كما شفتوا يعني كنحاول ماشي يبقى غليظ داك الفول، يعني نرقوه شويه. بالنسبه للبنات الا كان عندنا الحبه ديال الفول كبيره وبغينا نعملو يعني غير الحبه هكا بوحدها بلا قشره، ضروري كنحيدو داك الرويس ديالو ولا داك الطريبيشه ديالو كنحيدوها له. ولكن انا يعني كما شفتوا عملتو الفول قشرتو الفول مدهوس، يعني كنقطعو بكلشي. هنا البنات غنعمل جوج فصوص ديال الثومه، يعني اختياريين كيطلقوا واحد المذاق زوين بقشورهم. نغسلها وصافي صافي، وغادي نغطي البنات. يعني ضروري كنغمقوا على الفول ديالنا هكا، اما بكاغيط اما بشي بلاستيكه باش دغيا كتفور معنا. عندي البنات البرمه اللي فيها الماء غليان، ودرت فيها واحد الطرف ديال الحامض كما شفتوا باش الطنجره ديالنا البنات ما كتكحلش معنا داك الماء ديال الفول. صافي البنات هنا الفول راه كيتفور. بالنسبه للبنات عندي هنايا واحد الكميه ديال عفوا القزبر، ومع واحد 4 الفصوص ديال الثومه واللي غادي نطحنها البنات هكا ولا ندقوها. انا كنطحن في هذا الهشوار صراحه كينفعني. هنا البنات كما شفتوا الفول تفور بقى في اللون ديالو البنات، ما كحلش بسرعه تفور حيت الفول طري البنات. كاين شي فول صراحه كيكون شويه ما عرفت كيكون شارف ولا يعني كيرجع كحال وكيبقى ما كيبغيش يطيب. هذا ما شاء الله طاب بسرعه البنات وبقى في اللون ديالو. انا البنات نفس الطنجره اللي فورت فيها يعني خويتها من داك الماء، وعملت البنات الكميه ديال القزبر والثومه. انا نقصت البنات شويه ديال الربيع من داك الكميه غنشرب بها شويه ديال الحوت.
هنا داك الثومه البنات اللي تفورت، يعني تفورت مع الفول حتى هي زدتها. هنا راني كنت عملت البنات الربيع والثومه مع شويه د الماء حتى نشف داك الماء مزيان. ما نعملوش البنات الزيت ولا العطريه من الاول، كنطيبوا القزبر ديالنا والثومه في واحد الكميه ديال الماء حتى كتشرب داك الميها، يعني كتنشف تماما كما شفتوا معايا، باش القزبر ديالنا يعني ما كيبقى لناش خضر. هنا كما شفتوا البنات غادي نقلي هاد الفول البنات خاص في زيت الزيتون والكمون البنات والمليحه وشويه ديال السودانيه. ما نعمل البنات لا خرقوم ولا فلفله حمراء، كيجي البنات واحد البنه فيه غزال. كما شفتوا البنات معايا راه القزبر طيبته البنات هو والثومه غير في الماء في الاول حتى كيطيب مزيان البنات. هاد المساله صراحه عمليه. وعاد البنات ملي كيطيبنا القزبر ديالنا والثومه عاد حتى البنات نص زلافه ديال زيت الزيتون، يعني على حسب الكميه ديال الفول اللي عندكم، ولكن زيت الزيتون كتواتى البنات مع الفول. انا عملت نص زلافه، يعني الفول والبقوله يعني هو زيت الزيتون والكمون. صافي البنات هنايا البنات كما شفتوا عاد يعني عملت الفول كامل ديالي اللي تفور لي. صافي وهنا البنات زدت شويه ديال الحرور ولا السودانيه ضروري البنات، هادشي اللي مشرمل الفول البقوله كيبغي واحد شويه ديال الحر ضروري، واخا رمضان صايمين ولكن واحد شويه د الحر يعني كيجي داكشي بنين. صافي كما شفتوا البنات كنبقى هكا يعني بواحد المغرف كنزعلك في الفول ديالي ولا كندهز في الفول ديالي. هنا كما شفتوا البنات ما شاء الله بقى في اللون ديالو واحد البنه البنات غير بالكمون وشويه د الحر والمليحه وزيت الزيتون والثوم والقزبر، جا البنات غزال بلا تحميره بلا خرق. هنا البنات ندوزو إن شاء الله نوجدو واحد العصير البنات اللي كيجي غزال البنات منعش. أنا تقريبا يوميا كنوجدو البنات، كنفضلو على ديال الحليب صراحة، ما كيتقلش كيبرد صراحة. عندي البنات هنا واحد جوج خيزوات اللي سلقتهم نص سلقة، عندي البنات واحد جوج لتشينات ولا جوج برتقالات اللي قشرتهم. شي مرة البنات كنطحن وحدة مقشورة وحدة كنقشرها، ولكن البنات ما كيبغيوش صراحة القشور ديال التشين. عندي البنات واحد جوج نصاص ديال الخوخ المعلب البنات الا كان طري يكون احسن بطبيعة الحال. وعندي واحد 5 د الفريزات صراحة داكشي اللي بقى لي في المجمد، شحال من راه باقي عندي داكشي اللي بقى. المهم داكشي اللي عندنا كنقضيو به البنات، وواحد ياغورت ولا دانون عفوا ماشي طبيعي ديال الخوخ البنات وعندي كاس ديال الماء معدني البنات، دائما الكمية ديال الماء البنات على حساب الفطورية العصير ديالنا، وكنطحنوا كلشي. واللي بغى يزيد له البنات وريقات ديال النعناع البنات كيعطي واحد المذاق البنات كيجي منعش البنات مع يكون بارد، كيجي غزال حتى بالنعناع البنات. وهذا البنات الطاجين ديالنا ديال الفول جا البنات احسن طاجين البنات عندي انا بعدا احسن طاجين، شي حاجه زوينه. الفول البنات بقى في المذاق ديالو بقى في اللون ديالو، رافقته البنات مع الحوت صراحه. وخبيزه البنات ديال الدقيق الشعيره البنات والخميره البلديه راني صورت وباقي نحطو معكم ان شاء الله في القناه. وضروري بطبيعه الحال البنات الحريره ولا الصوبه ضروري كتكون حاضره. وهذا ما كان البنات والعصير ديالنا. نتمنى الفيديو يعجبكم اخوتي وتشجيعات منكم ما فيها بس. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.